فلذلك الهلع يأتي من قلة الإيمان وقلة. يريد أحدهم كانوا بيعيش 1000 سنة، الآن الحوادث بعضهم مخبط في بيته ما يدري متى يموت، ولا سمع شيء ولا شيء قال انتهينا، يحسبون كل صيحة عليهم. على ماذا نبكي يعني؟ الجنة أحسن أصلا، سوف نموت ونغادرها. من مات بالتخمة، ولا من مات بجلطة، ولا من ضربه جاره بمشعاب وأوصله إلى الآخرة في أقرب طريق، ولا تهجم عليه رجل معه يلعب بلوت وضربه بمسدس. حضرنا بعض القضايا صدقون، شباب يلعبون بلوت وضربوا بمسدسات تقاتلوا، وبعضهم أكل عصيدة حتى مات. نعم صحيح. وبعضهم أكثر من الكبسة حتى تفجرت معدته في سبيل الله. فالذي لا يموت في سبيل الله، وش تخافون على الحياة؟ وش تخافون على هذا الجو؟ تخافون على الجوع هذا والحر والبرد؟ تخافون على المصائب؟ ما ترتاحنا أصلا يوم كامل. يقول بعض العلماء والله ما ارتحت في حياتي يوما كاملا. وقال سليمان بن عبد الملك والله إني حسبته ملك 22 دولة، حسبت أيام السرور في حياتي ما طلعت إلا 13 يوم. ما ترتاحنا أصلا، مصائب وأحزان وغموم وهموم. فاعمل للجنة، دار لا نصب فيها ولا صخب ولا تعب ولا إرهاق ولا حزن ولا جوع ولا ظمأ. الجنة يا إخوان. تجهزوا للقاء الواحد الأحد ولا تخافون. ترى عليك المؤمن يكون وسيع البطان، شجاع، ما عليه